هنعمل النهاردة وصفة من الوصفات اللذيذة جدا. هنستخدم فيها بطاطس ولحمة ستيك. هقول لكم المقادير سريعا. دي بطاطس مسلوقة نص سلقة، دول عبارة عن 2 وسط، يعني بطاطسيتين وسط او ممكن واحدة كبيرة، يعني على حسب الكمية اللي انتم محتاجينها. متقطعين كده مربعات ومسلوقين نص سلقة. دي شرايح ستيك، دول شريحتين كبار طبعا، يعني العدد اللي تحبوه. ودي بصل وتوم، دي بصلايه وسط متقطعه كده شرايح، ودول فصين توم مهروسين. ودي جبنه موتزاريلا. هنحتاج كوبايه دقيق وحليب، اي نوع حليب، وكريمه طهي. يلا نشوف الطريقه مع بعض. اوكي، اول خطوه هنجيب الطاسه على النار وهنحط السمنه. كميه السمنه حطوها براحتكم، الكميه اللي تريحكم وتكون مناسبه ليكم. بعد ما السمنه سخنت على النار هننزل بشرايح الستيك وهنسيبها تاخد وقتها خالص على النار. هنوطي ونغطي عليها ونسيبها تاخد وقتها خالص. انا حطيت سمن كتير لان هي دي السمنه اللي هنعمل بيها بقيه الوصفه كلها، بس الاول هنسيب ده براحته خالص على النار. هنوطي طبعا ويستوي على الجنبين براحته، بعد كده نكمل الوصفه بتاعتنا. على بال ما الستيك ياخد كده نص تسويه، هنجيب البطاطس بتاعتنا وهنهرسها كده. لازم نهرسها كويس قوي، هي مش مسلوقه كويس، نص سلقه يعني، علشان لسه هتستوي كويس مع الستيك، بس الخطوه دي هتوفر علينا وقت. كده البطاطس هرسناها كويس. هنضيف على البطاطس شويه لبن ونقلبها كويس كده علشان هي كانت ناشفه قوي. يعني ممكن لو عرفتوا تهرسوا البطاطس وهي لسه سخنه وتحتفظ كده ميه من الميه اللي هي اتسلقت فيهم، اوكي، ما تعملوش الخطوه دي. بس انا حطيت لبن عليها علشان تدينا احساس كده الجوسي ده يعني، وما تاخدش وقت. وكده كده احنا هنستخدم اللبن في الوصفه بتاعتنا. هنا الستيك قرب يستوي، هنضيف عليه البصل والثوم. احنا موطين النار خالص، فهنغطي عليهم ونسيبهم يستووا مع بعض هما الاتنين. اوكي، هنجيب حله فاضيه هنحط فيها حته سمنه. طبعا احنا سايبين الستيك براحته خالص. هنحط حته سمنه كده. بعد ما البشاميل او الوايت صوص يعني خلاص خلص، هنضيف عليه الجبنه، جبنه موتزاريلا اهي. على الجانب التاني الستيك خلاص استوى، كنا موطيين على النار خالص اهو. البصل والثوم خلاص اتشوحوا، الستيك بقى فيه لون اهو حلو قوي.
هنعمل ايه بقى؟ هننزل بالبشاميل اللي عملناه على الستيك. بصوا بقى، خرجنا الستيك بره وهنحط البطاطس على الوايت صوص والجبنه. طبعا احنا حطينا جبنه كتير ف عملت كده. ممكن تقللوا الجبنه شويه، بس انا بحب الجبنه الكتير. هنسيب البطاطس تاخد من الجبنه كويس قوي. بس كده، ده كان الشكل النهائي. دي وصفه سهله جدا، ممكن تكون بتاخد شويه وقت وفيها شويه تفاصيل، لكن لطيفه جدا جدا. بطاطس بالستيك، سهله وخفيفه وحلوه قوي للعشاء. يا رب يكون الفيديو عجبكم. متنسوش تنوروني في الاشتراك، تفعلوا الجرس، تعملوا لايك وشير للفيديو، تابعوني على التيك توك والانستجرام. بسيب لكم اللينكات تحت في صندوق الوصف. اشوفكم على خير في فيديو جديد. مع السلامه.